قصة هود عليه السلام. كان قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام، فدعاهم إلى الله، فسخر منه قومه، قالوا: إنا نرى هذا الكلام ليس على الحق. فقال لهم: كيف تعجبون من أن يرسل الله إليكم رجلا منكم؟ بل هي رحمة أن أرسل إليكم رجلا منكم يحب لكم الخير لأنكم قومه. ثم بين لهم هود أنه لا يريد منهم أجرا من مال ولا جاه. وعندما لم يجد هود من قومه غير العناد والإصرار على الشرك بالله، تحداهم فقال: إن كانت آلهتكم كما تزعمون تنفع وتضر فأنا بريء منها، فافعلوا ما شئتم بجميع ما يمكنكم أن تصلوا به إلي وتقدروا به علي، فأنا متوكل على الله ومؤيد بنصره. فلما لم يصلوا إلى هود بسوء دل ذلك على صدقه، وكذب ما هم عليه من عبادة الأصنام، ولكن أصروا على عنادهم وكبرهم. ولكن عادا قوم هود لم يأخذوا العبر والموعظة من كلام نبيهم، فقالوا له: فأتنا بما تعدنا من العذاب فإنا لن نؤمن بك. فتوجه هود إلى الله تعالى يستنصره، ورفع يديه داعيا على قومه، فأمسك الله تعالى عن قوم عاد المطر 3 سنين حتى أتعبهم ذلك، فبعثوا وفدا ليستقوا لهم عند الحرم بمكة. فأقام الوفد عند الحرم شهرا يأكلون ويشربون حتى نسوا ما أتوا من أجله، فساق الله إليهم سحابة سوداء عظيمة فيها من العذاب الأليم إلى عاد، فلما رأوها استبشروا وظنوا أنه السحاب الذي يحمل المطر لأوديتهم ليسقيهم ويسقي مزارعهم. فأخبرهم هود عليه السلام أن هذا العذاب الذي كنتم تطلبونه ها هو قد جاءكم كما كنتم تستعجلون. وتحداهم هود عليه السلام فقال: أروني كيف ستنجيكم منه آلهتكم. فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام دائمة لا تنقطع عنهم، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فكانت الرياح تحمل الواحد منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه فتفصل رأسه عن جسده فيهلك في حينه. وظلت الرياح مسخرة عليهم هذه الأيام لا تنقطع حتى لم تبق من الكافرين من قوم عاد أحدا. ونجى الله هودا والذين آمنوا معه من العذاب برحمة منه، فهذا وعد الله للمؤمنين المتقين ينجيهم من العذاب في الدنيا والآخرة. أصدقائي، ماذا تعلمتم من هذه القصة الجميلة؟ نعم، أحسنتم. منهج كل الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى التوحيد. الداعي إلى الله لا بد أن يثبت ويتحمل من أجل نشر الدعوة. من رحمة الله بعباده أن يرسل لكل أمة رسولا منهم يعرف طباعهم. المؤمن الحق لا يخاف إلا الله تعالى ولا يتوكل إلا عليه. أراكم الحلقة القادمة أصدقائي، إلى اللقاء.